لو عندك النوع ده من تلف الشعر يبقى الفيديو ده عشانك. النوع ده اسمه تلف الشعر الإجهادي، بيجي بسبب إجهاد الشعر واستخدام الصبغات أو استخدام روتين خاطئ ومنتجات خاطئة، استخدام الحرارة فترات طويلة، تأثير الرطوبة أو غيره. النوع ده بيخلي كيوتيكل الشعر متدمر جزئيا أو متآكل بالطريقة دي، بيحتاج نظم علاج ومنتجات اسمها فيلم فورمينج برودكتس أو فيلم فورمينج نانو بروتين برودكتس. ايه اللي هينفعني اكتر؟ اولا لاغسل شعري فقط بميه بارده، ممنوع تماما الميه السخنه. يفضل استخدم بعض انواع الزيوت اهمهم زيت السمسم وزيت القرع. تاني حاجة عشان أوصل لإصلاح الشعر اللي بالمنظر ده لازم أستخدم بي اتش adjusted شامبو على قد ما أقدر، زي مثلا الشامبوهات دي، وأستخدم فيلم فورمينج ماسكات تعمل طبقة حماية من النانو بروتينز للشعر، بترممها على مدار الاستخدام، بوقفها لما الشعر يتحسن، بوقفها لما الشعر يتحسن. زي انواع الماسكات دي اللي انتوا شايفينها كلها هتبقى مفيدة لنوع التلف ده. يمكن من اول او تاني اسبوع هبدأ الاحظ فرق، وتقريبا استخدامها مش هيطول معاكم اكتر من شهر. استخدامها بيكون مرتين في الاسبوع، وبسيبها على الشعر ساعة الا ربع. استنوني بقى الفيديو الجاي هقول لكم ماسك طبيعي بيتم استخدامه عشان اعالج تلف الشعر الاجهادي ده.